السلام عليكم. معكم قناة وصفات أم فدوى. تحياتي للجميع. وصفتنا اليوم مملحات هشة وخفيفة بعجينة منسمة وقطنية. المملحات هذه تصلح لرمضان، تقدموها مع الحساء شوربة ولا حريرة، كما تصلح تاني لسائر الأيام، تقدموها لوليداتكم وتفرحوهم. تقدروا تاني ديروا بها فطائر، لأنه هاد العجينة هي منسمة تجي بزاف بنينة. ديروا بها الفطائر، ديروا بها لي ميني بيتزا وغيرها من المملحات. كيما تاني الحشو تقدروا ديروه على حسب الرغبة وعلى حسب الإمكانيات. نذكركم حبيباتي قبل المشاهدة تحطوا لي لايك وتخلوا لي تعليق باش تشجعوني نواصل معكم. إذا جربتوا الوصفة ما عليكم غير تبارطاجوها بين أحبابكم وأصدقائكم، ومشاهدة طيبة للجميع. اول مرحله نوجدوا الحشو تاعنا، نخلوه يبرد على جهه. في مقلاة نحط شويه تاع الزيت، نص حبه تاع بصل مقطع رقيق، ندبلوا البصل تاعنا مليح كيما راكم تشوفوا. من بعد نضيفوا 200 غرام تاع اللحم كفت او اللحم مرحي، اللي تقدروا تعوضوه بالبولي عشي او الدجاج المرحي، ولا ديروا اي حشو بدون لحوم. تقدروا ديروا بصل وطوماطيش، تقدروا ديروا تشكشوكه، كيما تقدروا ديروا لا كريم وفرماج تاني تحشوا بها الفطائر ولا تحشوا بها المملحات تاعكم. ضفت شويه تاع الملح، شويه فلفل اسود، القليل من الكركم، وعلى راس الملعقه تاع القرفه المطحونه. نطيبوا مليح لا فيونداشي تاعنا واللحم كفت كيما راكم تشوفوا. في الاخير نضيفوا كمشه تاع المعدنوس مقطع رقيق وشويه تاع الفرماج غابي او الجبن المبشور. نحركوه هكذا شويه بعد ما نطفوا النار، نخلوه يبرد على جهه ونروحوا نوجدوا العجينه تاعنا. في اناء نحطوا نص كاس تاع الحليب دافي، نص كاس تاع الماء الدافي، ملعقه صغيره تاع خميره الخبز، ملعقه صغيره تاع السكر، واربع ملاعق كبار تاع الزيت. نخلطوهم كيما راكم تشوفوا بالفويل. بعدها نضيفوا ملعقه كبيره تاع المعدنوس المرحي وملعقه كبيره تاع الزعتر اليابس المحكوك. نضيف معاهم هنا زوج كيسان كبار تاع الفرينه مع ملعقه صغيره ممسوحه تاع الملح، ما نكتروش هنا الملح بزاف. نزيد رشه تاع الفلفل الاسود ونخلط العجينه تاعي، وبعدها نزيد نكمل اللم بالفرينه حتى نتحصل على عجينه متماسكه. انا زدت لميتها بربع كاس تاع الفرينه، يعني كميه الفرينه اونتو هي 3 كيسان الا ربع، وكل وحده والفرينه تاعها. دونك لازم العجينه تكون هكذا متماسكه في يدكم، ما لازمش تكون تتلاصق في اليد. تحطوها فوق لو بلون دو طرافاي وتدلكوها. الا كنتو استعملتو البيتران عادي تاني تدلكوها بالبيتران واحد زوج دقائق فقط. بعدها تلموها تحطوها في ان ريسيبيون يكون مدهون بالزيت، تغطوها بالبلاستيك الغذائي، تزيدوا تغطوها بان طورشون وتخلوها تخمر واحد النصف ساعه تقريبا. الا كنا في فصل الشتاء وكان بزاف البرد تقدروا تخلوها حتى ساعه الا ربع. بعدها تشكلوا منها كرات. حجم الكره 50 غرام. الا حبيتوا ديروا يعني حبات متوسطين الحجم او مملحات متوسطه الحجم. اذا حبيتوا المملحات اصغر صغروا العجينه تاعكم. المهم انا درتها 50 غرام. رشيت شويه تاع الفرينه كيما راكم تشوفوا فوق سطح العمل، حطيت كره العجينه وبديت نسكن فيها بالغلو، يعني فتحتها هكذا بالشكل الدائري. نجيبو هنا بياض البيض، يعني حبه البيض نخلو الصفار ندهنو به، والبياض بالبانسو ندهنوا الاطراف لانه راح نغلقوا العجينه وما راحينش نقلبوها. لو نحطوا الحشو تاعنا اللي كان برد وطيبناه من قبل وبردناه، نحطوا شويه تاع الجبن اذا حبيتوا تضيفوا، لانه ديجا الحشو راه فيه الجبن. ضيفوا شويه تاع الجبن كيما درت انا، ومن بعد تغلقوا بهذا الشكل. يعني هذاك البيض هو اللي راح يشد لنا تتماسك لنا العجينه في الاطراف. وإلا شفتوا غبنتكم ولا لصقت لكم، غطسوا يديكم في الفرينه، صباحكم في الفرينه، وزيدوا غلقوا مليح المملحه تاعكم بهذا الشكل، تعطوها الشكل المثلث، يعني تغلقوها كيما نغلقوا العرايش. تتحصلوا على هذا، تحطوا المملحات تاعكم في صينيه الفرن اللي تكون مغطاة بورقة طهي، وتكملوا مع جميع الكرات. تقدروا هنا ديروا زوج، يعني بالزوج ولا بثلاثة، تحطوهم كيما راكم تشوفوا، تحلوهم وتدهنوهم في الأطراف كيما قلت لكم ببياض البيض. تحطوا الحشو تاعكم. كإضافة تقدروا ديروا شوية تاع الجبن، وكيما تاني تقدروا ديروا أي حشو آخر كيما سبق لي وقلت لكم. تقدروا ديروا غير الفرماج تخلطوا معاه المعدنوس وتحشوا المملحة تاعكم. نغلقوها كيما العرايش كيما قلت لكم، هكذا الشكل المثلث بهذه الطريقه. ودائما نغطسوا يدينا في الفرينه، من جهه تشد لنا المملحه ومن جهه تاني ما تغبناش وتتلاصق لنا في اليد، لانه بياض البيض نوعا ما راهو لازج ويلصق في اليدين. كيما تقدروا تاني تجيبوا البانسو
وتدهنوا هكذا المملحة في الأطراف باش تضمنوا أنكم أغلقتوها مليح. سقموا المملحات تاوعكم وتحطوهم في صينية الفرن اللي تكون مغطاة بورق الطهي. بعد ما نكملو جبت صفار البيض، هنا يا اما ديروا شويه تاع لا كريم فريش او كريمه السائله. الا كان عندكم الياغورت ناتور ديروا شويه، واحد 2 ملاعق. الا كان عندكم الرايب تقدروا ديروا اللبن، ولا ما عندكمش ديروا شويه تاع الحليب ولا شويه تاع الماء. المهم تخفوا نوعا ما هذاك الصفار البيض. وبالنسبة لتزيين المملحات على حسب الرغبة، أنا درت بودور شيا وشوية تاع الجنجلان الأبيض. تقدروا ديروا السانوج، تقدروا ديروا حبة الحلاوة، تقدروا ديروا زريعة البسباس. المهم تنسموهم على حسب الأذواق تاعكم. وفي الأخير تجيبوا هنا كوردون وتقبوا هكذا المملحات تاعكم، ديروا لهم جونغ شوميني باش تخرج لهم لا فابور من برا وما يطردقوكمش، يعني باش ما ينفتحوكمش، تضمنوا انكم تتحصلوا على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. سخنت الفرن تاعي مسبقا، راح ندخل المملحات يطيبوا. كي تشوفوهم طابوا من تحت تعاودوا تشعلوا عليهم من فوق باش يزيدوا يتحمروا، يدوا هذا اللون الجميل. وهذه هي المملحات تاعنا. شوفوا كيفاش يجوا عجينه قطنيه ومنسمه وبزاف بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوا المملحات تاع اليوم. الى هنا تنتهي وصفه اليوم. بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم. نلتقي في كيفيات اخرى باذن الله. مع السلامه.